الوقت اللي طلع فيه القائد الفاتح المحرر على منصة هيئة الأمم المتحدة، سويدا لها 74 يوم تحت الحصار، فيها قرى لحد الآن تحت سيطرة دواعش والأمن العار والعشائر. سويدا مثلا لها يومين نفد الطحين منها، ما بس هني ما لهم محاصريننا، بس ما في طحين. كريستين شاهين طالعت لنا اليوم بفيديو وكأنها مكتشفة الكوكب، عم تتهم الدولة على انها داعش وانها مسيطرة على معظم القرى الدرزية بالسويدة، وكأنها عم تعمل سبق عالمي، وعم ترمي اتهاماتها كعادتها على الحكومة السورية، وانه هي ورا كل الانتهاكات اللي عم تصير بحمص والحرائق اللي عم تصير بالساحل، وعم تدعي انه اليوم السويدة بلا طحين. لكن الملفت بالفيديو لغة الجسد، ابتسامة عريضة، حركات صبيانية وفرح طفولي. على فرض جدلا انه في نقص طحين او في حصار، وين المهنية؟ وين الحس الإنساني؟ كيف بتطلعي مبسوطة وكأنك عم تعملي إعلان تجاري إنه ياي يعني السويدة ما فيها طحين، خليني أطلع أحكي مشان أجمع لايكات. المضحك المبكي إنه ما بتحكي ولا كلمة عن فلول النظام وجماعة الهجري يلي هن الجزء الأساسي من الفوضى والانتهاكات. طيب وينه حكمة الهجري يلي رافعين شعاره؟ ليش ما بيأمن الطحين لأهله؟ ولا وجوده بس عبارة عن مزهرية؟ والله أمركم غريب، يعني بتدعوا المظلومية وما بدكم الدولة، وشاحنات المساعدات يوميا عم تدخل على السويدة وجماعة الهجري، بدل ما يوزعوها على الناس عم يبيعوها للناس بيع. يا أم علي، إذا القصة سباق لايكات ومشاهدات لحتى تكملي مشروع الفيلر تبعك، فبحب قلك إنه هالسبق الصحفي رخيص جدا وما بيغطي على فرحك المفضوح بوجع الناس. الإعلام يا عزيزتي رسالة، مو منصة استعراض، واللي بيفرح بمصيبة شعبه فقد كل ما اسمه مهنية وإنسانية.